كل من عندنا صارت له قصة مرعبة كل شوي وخلته ما ينام اسابيع، واني واحد منهم. فاليوم قررت شباب اجمع قصص المتابعين، اجمع مقاطعهم المرعبة ادزوا لي اياها بالانستغرام بهذا الستوري، كتبت لكم دزوا لي قصصكم المرعبة، ودزيتوا لي مو بس قصص، دزيتوا لي اثباتات وياها ويا القصص، مقاطع تثبت انه هذا الشيء صار حقيقي يعني. فقررت اليوم شباب اجمع لكم اكثر قصص مرعبة شفتها. فقبل مش مقطع شباب حطوا لايك واشتركوا بالقناة مش مشتركين، اريد اوصل مقطع 50,000 لايك. اكتبوا لي اذا تحبون الجزء الثاني ومره طبعكم شباب. خلينا نبلش بالقصة الاولى. اوكي راح نبلش هالقصة بمنظورها الشخصي مثل ما قالتها هي، راح نقولها احنا. تقول صاحبة القصة: والله يا جماعة السالفة مو كذب ولا خيال، هاي صارت وياي ببيت جدي القديم اللي بالفضل. طبعا الفضل منطقة بغداد، كان من هاي البيوت العتيقة، طابوق فرشي وشناشيل وشبابيك تطلع على الدربونة. بذيك الليلة كانت الدنيا صيف وكهرباء طافية والجو يخنق. نزلت للسرداب لان كان ابرد مكان بالبيت، وردت اخفى شوية. كان مدروس غراض عتيقة، صناديق خشب، فراش ملفوف من ايام الحرب. مثل ما ذكرت البيت كلش قديم، فاكو غراض قديمه وياه بالسرداب. شفت شي ورا يلمع ورا هاي الصناديق. سحلت الصندوق وطلعت مرايه قديمه اطارها فضه ومزخرف عليها بكلمات ما مفهومه. الغلطه اللي سويتها مسحت التراب عن وجه المرايه، وبعفويتي باوعت لشكلي وضحكت. قلت والله وجهي طلع يخرع بالظلمه. ما ادري باي الكلمات فتحت باب ما ينسد. وفجأة بدون أي سبب طفى نور اللايت وصرت بظلمة كلش معتمة، وإذا تخلي إيدك قدامك ما تشوفها. رد أكون بس سماع الصوت نفس، مو نفسي أني، لا نفس ثقيل وريحة تطلع منه مثل ريحة السرداب المتروك من 100 سنة. مديت إيدي بالظلمة أريد أتحسس الحائط حتى أطلع لزمة إيد، بس مو إيد بشر. شو مو إيد بشر؟ إيش دا يصير؟ ثواني. هي مدت إيدها مكان ظلمة، طبعا مدت إيدها مسكت يد وحدة، ما أدري صراحة. شغلت اللايت بسرعة وإيدي اللي ترجف وجهتها على المراية. شفت شكلي بس مو أنا، شفت وحدة تشبهني بالضبط ووجهها محروق وعينها بيضة مثل الحليب. كانت واقفة وراي بالمراية، بس من التفتت وراي بالحقيقة ماكو أي أحد. ردت أصيح بس بصوتي انحشر بزردومي. البنية اللي بالمراية مدت إيدها من الجام طلعت برا، لزمتني من رقبتي وحسيت أظافيرها بتدخل بلحمي، وقالت لي بصوت يرجف: أنت أخذتي مكاني بالنور، هسه أنا راح آخذ مكانك بالظلمة. ثواني، شنو معنات هذا الحكي؟ انت اخذتي مكاني بالنور، هسه انا اخذ مكانش بالظلمه. يعني ما دا افتهم شنو مقصد هذا الصوت اللي يحكي من قالت هاي الشيء. طبعا هي حاليا دا تخنقها. اهلي نزلوا يركضون لقوني غمية عليه بالقاع ورقبتي بيها اصابع زرقاء والجام مكسور مالي من السرداب. هنا خلصت القصة. ايش صار بعدها؟ ثواني شباب، ايش صار بعدها؟ هي انغمى عليها اثار خنق، رقبتها عليها اثار خنق. شباب هذا جني؟ ثلاث ثواني، هذا جني؟ بس الجن هل عندهم يعني الميزة انه يحشون؟ مستحيل شباب. القصة انتهت بشكل غامض، يعني ما عرفنا منو هي هذا الشيء. هل هي كانت تتخيل مثلا لان كانت الظلمة، او العفن اللي بالسرداب خلاها تهلوس، بس ما يفسر انه شنو هاي الاثار اللي بحلقها. راح نشوف المقطع وياكم وراح نقرر اذا هذا المقطع اعراض مثلا تخوف او شيء طلع بالمقطع واحنا ما ندري. خلينا نشوف شباب. اوكي شباب، المقطع قدامنا، مقطع قصة المراية اللي بالسرداب. مثل ما قلت لكم شباب، مثل ما قلت لكم اكو عفن بالحائط، مثل ما تشوفون هنا اكو عفن بالحائط. يعني اعتقد هذا يفسر انه الهلوسة صارت لها من هذا الشيء، ما ادري. بس اوكي هو مقطع حاليا اكو هو الصناديق الخشب موجودة واللايت اللي تضوي بيه موجودة. اكو بايسكل باع شباب، بايسكل من شي يفيدنا البايسكل؟ ما يفيدنا شي. اوكي راح نبلش المقطع شباب، حنشوف شنو الاشياء الغريبة صارت بهذا المقطع. اوكي مثل ما نشوف، اوكي السرداب كلش قديم شباب، يعني وسخ حال السرداب شباب. نرجع نحلل يا شباب. اوكي اللايت حاليا موجود بيدها. ثواني، هاي شنو هذا شباب؟ هاي ايد وهذا وجه؟ لا ثواني، يمكن غراض هاي. بايسكل هذا. اوكي بس المراية وين شباب؟ المراية اللي حكت عليها وين؟ ورا الصناديق قالت. هي قالت ورا الصناديق، لو شلون؟ حاليا ماكو مراية. اعتقد هاي قبل الاشياء اللي صارت لها صورت هذا المقطع. بس وين التامين؟ الله يخليك وين التامين؟ باع الوسخ. ايش نزلش على السرداب؟ ايش نزلش؟ ماكو اي شيء يدل على انه صارت هاي السوالف كلها. اعتقد لان صورت المقطع قبل السوالف هاي. شباب قصتها مرعبة.
يعني ما ادري، ماكو شيء غريب اعتقد، لان هاي الاحداث اليوم ما صارت بعد. بس مثل ما قلت لكم اكو عفن على الحائط شباب، العفن يسوي هلوسه، اكتبوها يا شباب، ابحثوا عليها، العفن يسوي هلوسه. فاعتقد هذا السبب والاحداث هاي ما صارت. بس الشيء الغريب اللي ظل اللي هي اثار الخنق. ما اقدر احكم شباب، اعتقد لازم نروح للقصه اللي بعدها، اعتقد لازم نروح القصه اللي بعدها، لان تكمله ماكو بالقصه، يعني انطتنا اياها وانطتنا القصه وما منتهيه. ما ادري، نروح للقصه اللي بعدها شباب، اللي هي قصه البستان شباب. قصة البستان شباب تبلش ب 2004، بوقتها كان الاوضاع مخربطة والناس تخاف حتى من ظلها. رحنا للبستان جدي باللطيفية. اللطيفية وين هاي؟ ثواني خلني ابحث شباب، اللطيفية وين صايرة؟ اوكي شباب، اللطيفية تقع اقصى جنوب بغداد، يعني قبل ما تخلص بغداد موجودة هاي اللطيفية. مثل ما تشوفون شباب، اللطيفية مزارع، يعني هي مزارع شباب. فنكمل القصة. رحنا البستان جدي باللطيفية، كانت متروكة من زمان وبس نخلها صامد. رحت انا وابن عمي كاظم. اوكي كاظم، انطينا اسم كاظم، ما ادري اذا نقدر نصرح بالاسامي بس هو كاتب لنا كاظم، حتى نشوف النخل ونرتب السقي. وقررنا نبات هناك ليله وحده، قرروا يباتون ليله وحده. اوكي، البستان مو مثل المدينه، الظلمه بيها ثقيله وصوت الحشرات يوش بالراس. فرشنا بالطارمه مال الغرفه الصغيره اللي بنص البستان على الساعه 2 بالليل. فزيت على صوت طقطقه، بوها شفت كاظم نايم والصوت كان يجي من جهه الساقيه. الساقيه شنو؟ جهه الساقيه، الساقيه اللي هي تروي النباتات. اوكي هاي الساقية طلع صوت. اوكي، شلت الفلاش وشغلته على الكيف، ماكو شيء. رجعت ردت اخفى بس سمعت صوت غناء، صوت مال واحد قاعد يغني بصوت ناصي ومخنوق. قاعد كاظم قلت له اسمع. كاظم صفن، وجهه انخطف لونه وقال هذا منو اللي بيغني بنص الليل بالبستان؟ طلعنا نتمشى اتجاه الصوت واللايت بايدي يرجف. وصلنا الساقية، الصوت انقطع بس اللي شفناه خلانا نوقف بمكاننا. شفنا فانوس محطوط على حافة الساقية والنار هادية يم الفانوس. اكو طاسة مال مي فخار مبللة وكان هسه حد يشرب منها. المشكلة مو هنا، المشكلة انه هذا البستان مسيجة وما حد يقدر يدخله، واقرب بيت جيران يبعد كيلومترات. كاظم صاح ياهو هنا، ماكو جواب. فجأة حسينا الهواء صار بارد ثلج وسمعنا صوت رجلين تتمشي على السعف اللي قبالنا مباشر. وجهت اللايت بسرعة، ما شفت وحش ولا جن، شفنا خيال من رجل لابس دشداشة بيضاء وعقاله كان ظاهر عليه ويمشي بهدوء بين النخل. صحنا عليه ما رد، ركضنا وراه بس الغريب انه خطواته كانت بطيئة بس ما قدرنا نحوشه وكان يبتعد عنا بنفس السرعة اللي نركض بيها. فجأة الخيال اختفى ورا نخلة ضخمة. من وصلنا للنخلة ما لقيناه بس لقينا شيء واحد بجذع النخلة، كان اكو مسمار قديم معلقة بيه سبحة كهرب قديمة كانت تتحرك وكان احد هسه عافها. رجعنا ركض الغرفة ما غمض جفننا للصبح. الصبح من اجى جدي حكالنا السالفة. جدي ضحك هواية وقال هذا عمكم فلان اللي انقتل بالبستان بالثمانينات، كان يحب هاي النخلة بالذات ومن يومها هو يحرسها. لا تخافون، هو ما يأذي صاحب الملك بس يعاتب على اللي ينساه. شنو يا اخوان؟ مدى استوعب، ثواني مدى استوعب. طلع جده يعرف بالسالفه كلها هاي، وهذا الظل طلع عمهم اللي مات بالثمانينات، وحاليا هو قاعد يحرس هاي النخله لان يحبها كلش هوايه حرفيا. بس ليش؟ بس يعني يحبها هو ضاج لان الشباب نسوا يسقوا هاي النخله. هسه يفسر ليش اكو كان اصوات يم النهاية التسقي اللي شوفتكم اياه بالبدايه. طلع يريد يجيبهم من هنا على مود يجيبون مي ويسقون الشجره. اوكي بس ثواني ما يفسر انه هاي السالفه هم تخوف، يعني عمهم مثل الجن صاير على قول الجد. اوكي خلينا نشوف المقطع حاليا اللي دز لي اياه وياه ونشوف اذا هاي القصه صحيحه او لا. اوكي شباب، مثل ما نشوف حاليا السعف موجوده اللي حكى عليها. هل هي هاي السعفه الوحيده؟ بس هاي مو ضخمه شباب، هاي صغيرة اللي هي النخلة، هاي صغيرة حتى ما طالعة كاملة. هاي مو نخلة شباب، ما ادري ايش يسموها، شي سبايس بيكو ما ادري شنو. اوكي خلينا نشوف المقطع شباب ونقرر. اوكي رايح للنخلة، وقف يمها. اعتقد ثواني اعتقد راد يشوفنا شيء ورا النخلة، مو هاي النخلة لان اكو نخلة ورا حيل كبيرة بس ما مبينة. اعتقد هو راد يشوفنا شيء ورا النخلة مو النخلة نفسها، بس ماكو شيء مبين، يعني النخلة هاي ماكو شيء مبين وراها، مستحيل. نرجع المقطع نعيده. تشوفون النخلة اللي ورا شباب حيل كبيرة. اعتقد هاي النخلة اللي حكى عليها كاظم وابن عمه. اوكي بس ماكو شيء ورا النخلة، يعني ما مبين شيء. وراد يصور هذا الظل بس ما مبين. باعوا
دا يحاول يتقرب يشوف شيء بس ما نقدر نشوف. والله ما ادري شباب صراحة ما ادري، هاي القصة حل غامضة. هنا وصلنا لنهاية القصص، مثل ما شفتوا القصص هاي تخوف جدا جدا تخوف. يعني انا من داقرا صراحة خفت لان اكو اشياء ما مفهومة لحد الان، اللي هي بالقصة الاولى المراية، شنو هاي المراية؟ القصة الثانية العم الجني. اكتبوا لي بالتعليقات شباب شنو رايكم بهاي القصص، او هاي القصص حقيقيه لو لا، واذا عجبكم المقطع حطوا لنا لايك، واذا ما عجبكم هم حطوا لنا لايك، واذا تريدون بعد مقاطع من هاي النوعيه اكتبوا لنا بالتعليقات، ان شاء الله راح اسوي لكم جزء ثاني اذا حبيتوا المقطع. وبس يا شباب الى اللقاء.